الضحى من نور من، والندى من فيض من، سبحت لله في العش الطيور. مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. معاكم منا من قناة وصفة ومعلومة مع منا سند. النهاردة جايين بأكلة اقتصادية موفرة جدا، شعبية مصرية أصيلة زي المسقعة بالظبط. بس النهاردة هنعمل كشري مصري، قصدي كشري عدس. كشري عدس من أسهل الوجبات وأخف الوجبات، واقتصادية جدا وموفرة، وتقدري تقتصدي فيها على قد ما تقدري وتوفري كمان. أكلة ما ينفعش يعدي أسبوع إلا لما كل بيت تعملها مرة، سواء بقى باختلاف الطرق او بالطرق العادية جدا. النهاردة هنعمل كشري عدس بالطريقة العادية جدا، بس هنغير تركية صغيرة كده. بدل ما نحط الزيت في الاخر هنلوحه في الزيت قبل اي حاجة، وبعد كده نولع عليه بالطريقة العادية جدا. تاني حاجة طلعت بتنجان. هنعمل برضو بتنجان بالطريقة غير معتادة. هنتبله في دقيق ونشا، وهنعمله كريسبي حلو جدا، من غير بقى ما نقلي وياخد زيت كتير، لان احنا طبعا كلنا عارفين ان البتنجان بيشرب زيت كتير جدا، يعني ممكن ياخد مننا زي الزيت في الهوا يعني، ومتعب. فالنهارده هنحاول نخفف طبعا الزيت ونمنع الحاجات دي كلها عشان خاطر الجو حر جدا. فجبت كده معلقتين دقيق، عليهم معلقتين نشا، وهنحط عليهم شويه كركم ومعلقه توم بودره على بصل بودره وشويه ملح، وهنقلب البتنجان في الدقيق بالطريقه العاديه ديت. وبعد كده من الدقيق على الطاسه على طول. تمام. سهله بسيطه، ما بشربش اي زيت نهائي، واتحداكم وبيستوى وبيبقى جميل جدا وطعمه ألذ. طبعا الثوم البودر والكركم بيديله طعم حلو جدا غير لونه. طبعا انا كنت شلت الكميه دي في كيس عشان اعينها في الفريزر، بس نصيحه يعني انا بيني وبينكم ربنا طبعا كان ممكن ما اقولش على فكره. ما تعملهاش يعني، ما يعني هو كده طازه من الزيت من الطبق للزيت كده، وتاكليه على طول، او يقعد معاكي من 4 ل6 ساعات حلو جدا. انما انك تشيليه في الفريزر بالعكس بيطلع بيسود وبيبوظ ويبقى دمه تقيل جدا، فمحدش يجربها يعني انك تفرزيه او تعينيه في التلاجة. انما كده ساعة الغدا حلو جدا. وده كان شكله، كان مقرمش، ما كانش شارب زيت نهائي، وكان خفيف بطريقه ما تتخيلهاش. كل اللي عملته بعد ما طلع عصرت عليه ليمونه، ولا حطيت بقى توم ولا كمون ولا الحاجات دي كلها. انا طبعا سلقت بيض، عملت طبق شرايح طماطم وبصل بالملح والليمون ومخلل، وبس كده. وده كان الغدا، سهل وبسيط اقتصادنا فيه على قد ما نقدر. طبعا نقدر نعمل حاجات كتير جنب الكشري، ممكن نعمل بطاطس مقلية، فلفل مقلي، بتنجان بالدقة، طماطم مخلل، ممكن نعمل بيض مقلي، ممكن نعمل نحط جرجير. بصي بيبقى مع كل حاجة. وده كان نوع تاني يعني كنت عاملاه في يوم تاني بس بالطريقة العادية للكشري. عملت جنب طبق سلطة عادي جدا، وحمرت بطاطس وسلقت بيض وحتة المخلل. وكده اكون خلص الفيديو بتاعنا النهارده. اشوفكم على خير ومع السلامة.